يا صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايين النهارده بقى مع بعض، خلاص الحمد لله خلصنا تنظيفات. ده اخر حاجه كانت التويليت، انا غسلتهم كده ونضفتهم مع نفسي، وحبيت اوريكم بقى ان خلاص الحمد لله الدنيا راقت وبقت زي الفل. بصوا بقى، انا عندي السوبر ماركت بتاعي هو البنك ده. البنك ده طبعا كان بتاع اوضه النوم، بس انا حطيته في الطرق عشان ملوش مكان. بس حرفيا استغليته احسن استغلال، كل خزيني بقى فيه. بما ان والمطبخ مفيهوش مكان اصلا لاي حاجه تاني، فحطيت فيه بقى الرز والمكرونات واللسان عصفور والسكر والملح والشعريه كمان، جبت شكارة شعريه. كل حاجه، كل الخزين بتاعي كله حرفيا فيه. استغلته احسن استغلال. اهو شكارة رز وشكارة شعرية وكمان شكارة عدس، وكمان حاطة فيه الرول بتاع الاسترتش. وده احسن سوبر ماركت بالنسبة لي، يعني كل لما احس ان المطبخ ناقصه حاجة اجري جري على السوبر ماركت بتاعي اجيب منه اي حاجة ناقصاني. الحمد لله، يا رب ربنا يوسعها علينا وعليكم. وهندخل بقى مع بعض على المطبخ ونشوف هنعمل ايه. كان عندي كده شوية مواعين بسيطة خالص، قلت هحطهم في الحوض وابقى اعملهم بعدين. واعمل معاكم النهاردة، هو هيبقى فطار وغدا يعني الاتنين مع بعض، بما اننا زهقانين اصلا يعني من الفطار عموما. ملناش نفس لاي حاجة خالص. كان عندي كمان تين، وعندي بقوليات كتير، وعندي فول، بس ملهمش نفس لاي حاجة خالص. وكنت شارية كمان بتنجان، قلت هعمل محشي وكسلت بصراحة. والحاجة الساقعة قلت بقى موريكم، بصوا يعني الحمد لله. بس هم عايزين ياكلوا سندوتشات حواوشي. بما اني وفرمة معاكم كمية لحمة محترمة وكنت حطاها في التلاجة، كنت عاملة حسابي يعني ان انا هحتاج منها شوية. فقلت هعمل بقى النهاردة كمية حواوشي ما تتخيلوهاش. هنا كان عندي ده طبق كان فيه كده شمام، كان متقطع من امبارح، طلعته ليهم قلت لهم خدوا كده تسلوا فيه لحد لما اخلص الاكل. طلعت قالب الفرن بتاعي بقى وقلت هنشوف هنعمل ايه. هشيل بقى الحاجة، الدنيا مكركبة عندي لان انا من امبارح اصلا فاصلة بصراحة. غسلت المواعين وسبتها تتصفى ونمت. الشمام كان معاه كده كام تفاحة متقطعين برضو، فقلت هما ياكلوهم كده على ما انا اخلص. كمان كنت جايبة موز، طلعت برضو قلت هحطه في الطبق علشان خاطر جبته وفتحته ومحطتش ورا لصيت اي حاجة خالص. انا كنت جاية اصلا فاصلة خالص بعد ما اشترينا الطلبات وكده. رجعت خلاص يعني مش قادرة اعمل اي حاجة، يدوب بس في حاجات طلعتها من الشنط وهم كلوا منه شوية، وقلت بقى هحطه كده في طبق بحيث ان هو ما يبهدلش الدنيا. هدخل بقى هنا هجهز اول حاجة اللحمة. اللحمة طبعا محتاجة تتعصج لانها نية. قلت هعصج اللحمة بقى وهنعمل مع بعض سندوتشات، ولا احسن عربية سندوتشات. بس ايه بقى، انا نسيت اجيب عيش، نسيت اجيب عيش طازة. فقلت اعمل بقى بالعيش الموجود، بس هنعمل سندوتشات تحفة والله. دي عندي بواقي اللي هي بتاعت الدهنة مع السمنة. بصراحة طعمها تحفة. انا بعمل يا جماعة شوية دهنة ضاني خطيرة بجد مع اللحوم، بتودي طعم اللحمة في حتة تانية خالص، سواء كان لحمة او كفتة او كبدة، بتبقى بصراحة تحفة. هنا كنت عصقت اللحمة خلاص، وطلعت الجريل بتاعتي بقى وقلت هخلصها. يعني انا اصلا كنت عايزة اخلص ايه شوية الدهنة دول عشان انضف الصينية بتاعتهم واشيلها. فبما ان العيش عندي مش طابح بقى، هتني الرغيف كده نصين وهعمله. وانا كنت بحط فرن بقى مع السمنة او الدهنة، بصراحة بتدي طعم حلو. يعني انا ساعات بحط سمنة بلدي مع فرن مع الدهنة كده، بصوا كله مع بعضه كده خليط، تحس بالطعم بيروح في حتة تانية خالص. وقلت بقى هعمل الساندوتش كده زي نظام رول، يعني هقسمه نصين، لان بصراحة ما كنتش لاقيه له اي حل تاني خالص غير كده. بس عملت بقى كمية سندوتشات محترمة. كنت بجيب الكوباية علشان اتنيه بيها اتأكد ان هو اتنى. بس بجد سندوتشات الحوشة واحنا ناسينها ليه يا جماعة والله. يعني السندوتشات والحاجات السهلة دي والله بتبقى حلوة قوي وبتنفع، وكمان طعمها بيبقى جميل قوي. يعني اللحمة مجرد ما تتعصج كده ونحط عليها شوية البهارات بتاعتنا، خلاص بقت زي الفل.
ليه ناسيينها بقى وشاغلين نفسنا بالطبيخ الكتير. لا والله انا ابتديت بجد ازهق من كتر الطبيخ، قلت لا طب ليه ما نعملش يا جماعه سندوتشات، وقضيناها والله فطار وغدا وكمان اتعشينا برضو من السندوتشات، بس متقلناش قوي في العشاء يعني. بس والله كانت جميله قوي يعني. وكمان لو بتحبوا بقى طعم الموتزاريلا، انا ما كانش عندي جبن بصراحه، كانش عندي غير جبنه موتزاريلا، فقلت هحطها هي لوحدها، لا ملهاش لازمه. لو عايزين بقى تحطوا في معاها جبن بقى موتزاريلا وجبنه رومي، يا نهار ابيض بتودي الطعم في حته تانية خالص. هي اصلا طعم اللحمه لوحده خطير يعني، بجد اللحمه الضاني يا جماعه دي عشق والله عشق، هي والجملي، بس بحس الضاني احلى مش عارفه ليه. يعني انا بصراحه ابتديت احب الضاني اكتر، بالذات لما بنبقى احنا اللي دابحين وعاملين الحاجه كده، لا بحس الطعم بيروح في حته تانية خالص، غير لما بشتري اللحمه من بره. مش عارفه، بحس ان الجزار ما بينقيش قطعيه كويسه للناس، مش عارفه ليه، او الناس ناس ولا ايه مش عارفه. بس بجد بحسها يعني لما انا بجيب الحاجه يعني الحيوان ونذبحه عندنا كده، وتعملي الحاجة على ايديكي، لا بجد بحس اللحمة بتروح في حتة تانية خالص. وبعدين انا مش من النوعية بقى اللي بتقسم مثلا الفخدة لوحدها ومش عارف ده لوحده والبطن لوحدها، لا لا، انا لما بفرم الكمية كلها مع بعض، مبيفرقش معايا بقى. هو اقصايا الريش دي اللي انا بطلعها لوحدها، وانا عندي بقى شوية ريش هعملها لكم الايام الجاية خطيرة بجد. يعني انتوا هتشوفوا كده شوية اكلات، بما اننا وخلصنا شوية من التنظيفات، او بمعنى الاصح انا واخدة بريك، انا واخده بريك من التنظيف، لان انا حرفيا فصلت عايزه اتغذى بقى الايام الجايه. فخلاص بقى يعني انا هقضيها اكل وهغذي نفسي ومحدش يقول لي دايت، انا الدايت في ذمه الله، انا ما بعملش دايت يا جماعه، انا كده زي الفل وعايشه رايقه وزي الفل بصراحه. ما ليش انا بقى في شغل الدايت ومش عارفه ايه، واصحاب القلوب الضعيفه يطلعوا برا الفيديو لانه الفيديو اصلا كله دسم، كله على بعضه كده دسم. هو اصلا النهارده انا عملت بس السندوتشات، ما عملش اي حاجه تانية خالص. وبصراحه سندوتشات الحواوشي دي عندي مزاج، يعني انا عملت الكميه كلها، الحله دي كلها انا عملتها سندوتشات. وحطيتها بقى كلنا اللي كلناه، والباقي بصراحه حطيته في التلاجة. ولما حد بيبقى مثلا جعان وعايز ياكل، بطلع سندوتشين 3 اروح مسخناهم، بسخنهم بنفس الطريقه بقى، بس ما بيبقى تسخين بيبقى اسهل في الجريل كده، وبحطه واسخنه، بيبقى سهل وبصراحة اكل نظيف كده وخفيف ومش متعب. يعني انا مش حاسة بقى زي ما هنعمل محاشي وطبيخ والكلام ده، لا لا بجد موضوع السندوتشات احنا ناسينه خالص يعني. الايام الجاية هبدأ اعمل لكم بقى سندوتشات برجر كده وبانيه، لا خطير خطير بجد يعني. والله انا نفسي اكلكم كلكم الاكل بتاعي، نفسي كده اجمعكم كلكم ونقعد ناكل مع بعض، واقعد اطبخ لكم، بس مش عايزه اعمل اي حاجه تانية بجد يعني. الحمد لله، ربنا يحللنا زادنا يا رب. انا يعني بعرف اودي الاكل في حته تانية خالص الحمد لله. فنفسي ادوقكم والله، نفسي ادوقكم من كل اللي انا بعمله. يعني الحمد لله مفيش حد داق من اكلي غير ما عجبه جدا، سواء كان اكل او حلويات. فلو عجباكوا طريقة اعملوها وجربوها مش هتخسروا. بس بجد لو بتحبوا الحاجة اللي بتعملوها، هتلاقوا الحاجة ليها ريحة وطعم كده يعني مختلف. حبوا الاكل، حبوا المطبخ، حبوا الناس اللي انتوا بتعملوا لهم الاكل. يعني انتوا عارفين اما بتبقوا تعملوا الاكل لحد عزيز عليكوا، تبقى حابين الحاجة وانتوا بتعملوها له، بجد بيطلع الحاجة حلوة قوي يعني، بيودي الاكل. انا بحس الاكل فعلا بيبقى طالع بحب، انتوا عارفين انتوا النقطة دي. هنا بقى يعني عملت شوية سندوتشات كده، وحسيت ان المادة الدهنية عموما يعني الدهنة والسمنة انحرقوا شوية، فشلت الجريل وصفتها وغسلتها كويس ورجعت اعمل تاني. يعني انا بعمل مثلا كمية سندوتشات، لان انا عاملة كمية كبيرة على فكرة، عملت معايا ما شاء الله كمية سندوتشات كبيرة، يعتبر انا خلصت شنطة عيش، شنطة كاملة انا عملتها والحمد لله كلها خلصت. بس بجد كان طعمها تحفة. عايزة اعمل لكم بقى برجر كده بالجبن، نعمل حاجات الايام الجايه كده ونروق كده على نفسنا، ونعمل بيتزات بقى، نرجع بقى لاكلنا كده ونروقنا، لان بجد يعني المطبخ ده. معلش فصلت ورجعت لكم تاني.
كان معايا مكالمة وكده. الاكل بجد والله العظيم مزاج مزاج يا جماعة. اعملوا الاكل بحب، بجد هيروح في حتة تانية خالص. وخصوصا كمان بقى لو عيالكم مشجعينكم كده زيي وبيحبوا الاكل، فربنا يا رب يفتح نفسنا كلنا يا رب، ويوسعها علينا كلنا ويرزقنا، لان بجد والله العظيم فعلا آه يعني الرزق حلو، الفلوس كويسة، الاكل حلو، الحياة متعة. اتمتعوا وعيشوا وما تستخسروش حاجة في نفسكم. الناس اللي بتوفرها قوي وتوفرها من اكلها ومن شربها ومن حياتها، يا جماعة كلوا وعيشوا وتهنوا واتبسطوا. الحياة مش مستاهلة، والله مش مستاهلة. الناس اللي بتقعد تحوش دي، حوشوا بس ما تستخسروش في نفسكم حاجة. اتمتعوا وعيشوا وافرحوا. والله يعني الدنيا بجد مش مستاهلة، مش مستاهلة اي حاجة. افرحوا كده وانبسطوا وما تزعلوش. كل حاجة بتيجي بالصبر، وكل حاجة بتيجي واحدة واحدة. ويسألونا انا بالذات على الموضوع ده. فالحمد لله يعني عملنا النهاردة كده أكلة خفيفة كده وسريعة وحلوة. ويا رب كمان أكون خفيفة على قلبكم النهاردة. لو لسه مكسلين تعملوا أكل، قوموا بسرعة، قوموا بسرعة، هاتوا لحمة واعملوها. حتى لو مش عندكم لحمة وهتفرموها لسه، هاتوا لحمة من الجزار كده مفرومة وعصجوها، بجد أسهل وأسرع أكل. وخصوصا بقى لو بتنضفي ومكسلة تعملي أكل، مش قادرة تعبانة، بتنجز والله العظيم. السندوتشات بتنجز. وطبعا بقى ملناش حجة اصل العيش مش عارف ايه، لا والله اي حاجة والحمد لله يعني. طول ما انتي ماشية صح ونيتك كويسة، هتلاقي ربنا بيحلي اللقمة في ايديكي. يعني الحمد لله، على قد ما العيش معايا كان بايت وكان مضايقني وانا بعمل، بس قلت عادي يعني انا مش هنزل اشتري عيش مخصوص. لان انا اصلا زي ما قلت لكم السوبر ماركت اللي جنبي بعيد شوية، وفي نفس الوقت برضو للأسف مفيهوش عيش طازة، وطبعا المخابز بعيدة عني. عشان اطلع لازم اطلع هركب العربية وهمشي بيها مسافة. فكسلت، قلت هعمل بالموجود، وعملت احسن سندوتشات ممكن تتخيلوها. يعني بجد اسهل سندوتشات واحسن سندوتشات. حاجة كده نظيفة ومغذية وفي نفس الوقت عملنا اكل البيت، اكل البيت اللي بنحبه. والحمد لله يعني ربنا يحللنا زادنا كلنا يا رب. انا خلصت اصلا برطمان الدهنة في اليوم ده على على السندوتشات. بجد الدهنة دي تحفة. يا جماعة الناس اللي لسه مش بتحب الدهنة، انا ما حبيتش الدهنة غير ما كبرت والله. وهقول لكم على طريقتها بقى في الفيديوهات الجاية، ازاي تعملوا احلى دهنة ممكن تتخيلوها. يعني بجد هتعجبكم قوي. يعني الموضوع سهل خالص، مجرد ان انتوا هتجيبوا الدهنة واللية الاتنين مع بعض بتوع الخروف، وهتسيحوهم على النار كده ومع شوية خل وشوية ليمون وملح، بجد تحفة. ولما يسيحوا خالص كده وتحسوا ان هما طلعوا القشيمة بتاعتهم، افصلوا القشيمة عن الدهنة وحطوها في برطمانات، وحطوها في التلاجة وطلعوا منها بقى للاستعمال. بجد في تشويح اللحوم، حتى اللحمة القطع انا بحط منها برضو، تحفة تحفة تحفة. والله العظيم هتحبوها جدا. يعني لو لسه ما عملتوهاش انتوا فايتكوا كتير. انا على فكرة عمري كله ما كنتش بحب الدهنة نهائيا، بس حرفيا لما عملت الطريقة دي ابتديت احبها قوي. فهتعجبكم، وان شاء الله لما ابح تاني هوريكم بقى انا عملتها ازاي بالتفصيل الممل. بس انا كده كده قلتلكوا على الطريقة. لو عندكم قوموا بسرعة جربوها كده، تحفة. حطوها في الفريزر او في التلاجة. لو هتعملوا كمية كبيرة قوي حطوها في الفريزر. لو الكمية قليلة حطوها في التلاجة. يعني انا بعمل برطمانين 3 واحطهم في التلاجة، بس بصراحة عندي انا ما بيقعدوش. يعني يعتبر اغلب الاكل اللي فيه لحوم بدخلها فيه. غنياني بقى عن الزبدة وعن السمنة عن كل حاجة، بس طبعا انا بحط معلقة من دي مع معلقة فرن او معلقة زيت، بحيث ان انا اخفف بس المادة الدهنية، عشان ما تبقاش تقيلة على الصدر وكده وتعمل حرقان والكلام ده. لكن طبعا الناس اللي بتحب الحاجات الدسمة قوي مش هيفرق معاها. يعني هتاكلوا بدسمته عادي، بيطبخ بيه عادي خالص زي الفل. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا معايا كمان في